مشاهدي ومتابعي قناة هوم سبورت في كل مكان، عدنا من جديد. في البداية طبعا حابب من كل السادة المشاهدين اشتراك في القناة، متابعة القناة ولايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وهيا بنا نبدأ حلقتنا. حلقة اليوم بعنوان تحليل كامل وشامل لمباراة الانتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي الدور الثاني. طبعا زي ما وعدتكم النهارده هينزل لنا 3 حلقات، فطبعا حابب طبعا من اشكر في البدايه كل جماهير قناه هوم سبورت طبعا، اللي طبعا بتوجه لينا دائما التعليقات الايجابيه طبعا، وبتذكر طبعا المجهود اللي بنعمله على القناه طبعا، وبتقدر مجهودنا. فطبعا حابب اشكرهم كلهم طبعا، كل الجماهير، واقول لهم طبعا احنا مكملين بيكم طبعا في القناه وليكم، وان شاء الله طبعا الفيديوهات القادمه احسن واحسن، وبنطور في محتوانا لاجلكم. ده طبعا اول حاجه. تاني حاجه حابب انوه طبعا، دي اول حلقه وعدتكم بيها، حلقه تحليل كامل وشامل لمباراه الانتر ويوفنتوس في الدوري الايطالي. بعد كده طبعا في حلقه تحليل كامل وشامل لمباراه ليفربول والارسنال في الدوري الانجليزي، في مباراه قويه جدا في الدوري الانجليزي. وكمان لكل محب وعشاق الريال مدريد الميرينجي طبعا في مباراة، طبعا في تحليل كامل وشامل لمباراة طبعا الريال واتلتيكو مدريد في الدوري، لان في الوقت الحالي اصبحت مباراة الريال واتلتيكو مباراة قمة ومباراة قوية جدا. فطبعا هنزل لكم حلقة طبعا اكلمكم فيها عن مباراة اتلتيكو والريال. فطبعا حابب نبدأ حلقتنا. هيا بينا نبدأ حلقتنا طبعا عشان ما اطولش عليكم. في البداية طبعا الانتر ميلان النهارده طبعا داخل في مباراة قوية جدا 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 امام فريق يوفنتوس. يوفنتوس كان ولا زال هو المنافس الاول او المنافس الوحيد حاليا للانتر في الدوري الايطالي، بعد ما خلاص طبعا كل الفرق اللي كانت في المنافسه خلاص خرجت بنسبه كبيره. خلاص الميلان لحد ما بعد، واتلانتا بعد طبعا، وروما بعد، ونابولي، وكل الفرق الكبيره بعدت. مفيش اي منافس قوي يعتبر لليوفي غير اليوفي طبعا للانتر في الدوري الايطالي. حتى الميلان رغم ان هو قريب، بس بردك مسافه بعيده من حيث الامكانيات ومن حيث الاداء. فتقريبا هو الصراع هيكون بين الانتر ويوفنتوس. الفرق بين الانتر ويوفنتوس نقطه، ولكن الانتر له مباراه مؤجله. فالانتر طبعا لو فاز في المباراه المؤجله دي هيكون الفارق 4 نقاط. فيوفنتوس طبعا عاوز يوقف الانتر طبعا ويفوز عليه النهارده علشان يفضل الفرق زي ما هو نقطه، لان في حال فوز الانتر هيبقى خلاص فارق ب4 نقط، ولسه كمان لو مباراه مؤجله يبقى 7 نقط. فخلاص الانتر يبقى طار بعيد خالص عن اليوفنتوس. الانتر الحقيقه السنه دي مقدم اداء اسطوري اسطوري، مش هقدر انكر النقطه دي، مقدم اداء قوي وقوي جدا. الفريق الحقيقه يعتبر السنه دي قوي، واقف على رجله، يعتبر من اقوى الحاجات اللي موجوده في الانتر. اولا الانتر هجوميا مسجل 50 هدف في 21 مباراه، ده رقم كويس جدا على فكره، بما يعادل تقريبا حوالي 2.5 في المباراه، ده رقم كبير قوي على فكره. وداخل في مرماه 10 تجوان بما يعادل في كل مباراه نص هدف، ارقام جيده جدا 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 للانتر. الانتر الحقيقه يستحق التتويج السنه دي بالدوري الايطالي. اليوفنتوس طبعا السنه دي بسبب الاداء القوي اللي قلت لكم عليه قبل كده منذ بدايه الدور الاول، قلت لكم يوفنتوس عنده نقطه قوه كبيره جدا، ان هو السنه دي ما بيشاركش في اي بطوله غير في بطولات المحليه فقط، لانه ما بيشاركش في اي بطوله اوروبيه، لا دوري الابطال ولا الدوري الاوروبي ولا حتى دوري المؤتمر الاوروبي. فطبعا اللعيبه مرتاحه، فالراحه دي مديه لعيبه اليوفي قوه كبيره، ومديه لعيبه اليوفي استمراريه. يوفنتوس ما شاء الله عليه الحقيقه في البطولات المحليه قوي جدا، مش هنضحك على نفسنا. في الدوري الايطالي بينافس بقوه الانتر، وكذلك في كاس ايطاليا مكمل وواصل نص النهائي. الانتر خرج من كاس ايطاليا، ولكن الانتر طبعا مكمل في دوري الابطال وخد السوبر الايطالي، وطبعا في الدوري عامل شغل قوي جدا. فدي نقطه قوه كبيره الحقيقه لفريق يوفنتوس. ولكن بالرغم من كل ده اليوفنتوس برضك عنده مشاكل كتير. اليوفنتوس عنده السكواد قليل جدا، اللعيبه امكانياتها محدوده، لكن أليجري بيلعب معاهم بطريقه كويسه على فكره. ولكن بالرغم من كل ده الانتر افضل، الانتر يستحق الفوز، الانتر يقدر يفوز. طبعا انا توقعت لكم قبل كده في الدور الاول ان المباراه تنتهي بالتعادل، وفعلا المباراه انتهت بالتعادل، لان كان المباراه كانت في ملعب يوفنتوس في الاليانز ستاديوم، لكن طبعا المباراه دي في ملعب الانتر في السان سيرو او الجيوبي ميانزا في ميلانو، على حسب طبعا بيسموا الملعب. فطبعا دي نقطه قوه كبيره للانتر ان هو بيلعب على ارضه. فطبعا بلا اي كلام وبلا اي نقاش الانتر عنده افضليه كبيره الفتره دي انه بيلعب على ارضه، وان الفريق مكتمل العتاد ما عندوش اصابات. لو تارو مارتينيز كمان رجع، ولو تارو مارتينيز حاليا هو طبعا هداف الدوري الايطالي ب 19 جون ما شاء الله عليه، الحقيقه لعيب كويس جدا جدا جدا. يوفنتوس على فكره عنده بردك لعيب تقيل قوي، ديشان فلاوفيتش مسجل 12 جون، وفلاوفيتش كان سجل في الدور الاول هدف في شباك الانتر، وكان تعادل لوتارو مارتينيز في شباك يوفنتوس. فدي نقطه قوه بردك لليوفنتوس وجود مهاجم زي ديشان فلاوفيتش. ولكن
طبعا الانتر الافضليه عنده افضل، الانتر يستحق ان هو يفوز النهارده على اليوفنتوس مفيش اي كلام، لكن هتكون مباراه صعبه، هتكون مباراه قويه. محدش يتوقع ان الانتر عشان مثلا داخل المباراه بافضليه نسبيه ان هو هيمسك يوفنتوس طبعا يديله سكور، لا طبعا المباراه دي هتنتهي بنسبه كبيره بهدف مقابل لا شيء بنسبه كبيره او 2-1، لان مباراه صعبه جدا على الانتر، ويوفنتوس ممكن يسجل وممكن كمان المباراه تنتهي بالتعادل، ولكن انا شايف السيناريو الاقرب في وجهه نظري ان المباراه هتنتهي 2-1 للانتر، والانتر هيفوز في المباراه. ده طبعا توقعي للنتيجة. طبعا تشكيلة الفريقين بنسبة كبيرة هتكون هي أقرب التشكيلة. توقعكم طبعا تشكيلة الإنتر وبعد كده تشكيلة اليوفي كده نختم حلقتنا. بنسبة كبيرة طبعا الإنتر هيبدأ بسومر، أحد أفضل الحراس الحقيقة اللي بيقدم مستوى تاريخي منذ مجيئه من بايرن ميونخ. خط الدفاع بنسبة كبيرة هيكون بنجامين بافارد وستيفان دي فرايجيو وباستوني. طبعا دول الثلاثي ده هيكون في الدفاع. قدامهم طبعا هيكون بنسبة كبيرة طبعا هيكون فيدريكو دي ماركو ناحيه الشمال، ده لو رجع طبعا لانه ممكن يكون مش جاهز قوي، ولكن اتوقع انه هيكون جاهز وهيبدا. وماتيو ديرميان. وطبعا في خط الوسط طبعا بنسبه كبيره هيكون الثلاثي طبعا القوي جدا، وهما طبعا مختريان وباريلا وطبعا تشان هالوجلو طبعا. وقدام طبعا الثنائي الناري ماركوس تورام ولوتارو مارتينيز. الحقيقه الثنائي ده قوي جدا جدا جدا، ولوتارو مارتينيز لسه كان حتى مسجل هدف الفوز في شباك فيورنتينا الاسبوع اللي فات. طبعا ده بالنسبه لتشكيل الانتر. الانتر طبعا داخل المباراه بكل قوه، يستحق طبعا ان يوصل لمكان كويس. طبعا انتر ميلان يستحق الفوز بالدوري الايطالي، ولكن اليوفي السنه دي بردك فريق كويس. بالنسبه ليوفنتوس طبعا بنسبة كبيرة طبعا أنا شايف هيكون قوة يوفنتوس كلها طبعا في المهاجم دوشان فلاوفيتش. هحاول نركز معاه طبعا لعيبة الانتر الدفاع يركزوا مع دوشان فلاوفيتش، هو أخطر لاعب في اليوفنتوس طبعا، وده طبعا اللي ممكن يكون نقطة قوة ليوفنتوس بنسبة كبيرة، لأن يوفنتوس يعني بقاله فترة الحقيقة بيلعب على دوشان فلاوفيتش الفترة الأخيرة، والحقيقة ولد متألق مش هنضحك على نفسنا. الولد دوشان فلاوفيتش متألق وبيسجل دايما في كل المباريات، وفي اخر مباراتين مسجل هاتريك، جونين في هدف. طبعا هيكون تشكيلته بنسبه كبيره تشيزني وبليمر والكساندرو وجاتيا وكامبيوسو وويستون ماكني ولوكاتيلي وفابيو مارتي وكواتشا طبعا ناحيه الشمال. وهيكون طبعا الثنائي الامامي طبعا بنسبه كبيره دوشان فلافيتش هيكون هو الاساسي، وبنسبه كبيره ممكن بقى حد تاني يشارك طبعا، ممكن سموسوية طبعا ابن جورج ويا يشارك، لان طبعا ارداش ميلك طبعا مهاجم يوفنتوس طبعا التاني اللي كان بيلعب جنب دوسان فلافيتش اتطرد في المباراه الاخيره امام امبولي طبعا اللي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، فهيكون طبعا ارداش ميلك مش هيقدر يشارك النهارده، لكن ممكن سموسوية طبعا ابن جورج ويا يشارك. على فكره طبعا ولا سموسوية ابن جورج ويا على فكره لعيب كويس قوي وسريع ومهاري، لازم بردك الانتر يعمل له حساب. طبعا ده توقعي ليه الحلقه، طبعا حلقه سريعه طبعا لان طبعا يعني الانتر ويوفنتوس طبعا ما فيش عنهم اخبار كتيره، والفريقين طبعا مستواهم متقارب جدا الفتره الاخيره، ولكن الافضليه بنسبه كبيره للانتر. كده طبعا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. في النهايه طبعا اشتراك في القناه، متابعه القناه واللايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وحابب اشكر جماهير قناه هوم سبورت طبعا على التعليقات الايجابيه اللي بيكتبوها لنا، وانتظروا حلقتين اللي وعدتكم بيهم، حلقه مباراه طبعا اتلتيكو مدريد والريال في الدوري الاسباني، وحلقه مباراه ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي. انتظروا الحلقتين، وشكرا على المشاهده وباي.